يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اقدم لكم صوص المروار اللي هو شبيه للجناش اللي هو الحشو الشوكولاته. انا كنت منزله لكم قبل كده صوص شبهه، بس ده الصوص ده لامع وحلو قوي لو انت هتزيني الكيكه من بره، زي الكيكه اللي انتوا التورته اللي انتوا لسه شايفينها، اللي انا كنت لسه منزله لكم الفيديو بتاعها. خليكم معايا واشتركي في القناه وخليكم معانا. اول حاجه هجيب معايا شوكولاته اللي هي الخام، اي نوع بقى انت عايزاه، وهجيب معايا كريم شانتيه خام، وهجيب معايا كريم الشانتيه والكوبايه الا ربع لبن. هجيب حله على النار فيها كوبايه الا ربع لبن، وهبتدي اشغل النار، بس هوطي النار عشان الكريمه بتاعتي يعني ما تتحرقش من تحت. ابتدي احط 3 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام، بس اختاري نوع كويس قوي. وهنزل بعديها بعد ما خلاص الكريم شانتيه هيبتدي هو يغلي، انا بنزل معاكم باول معلقه وتاني معلقه وتالت معلقه. هبتدي اقلب كويس قوي علشان الكريمه بتاعتي ما تبصش معايا. انا هو بصوا الشكل ده. انا هبتدي اجيب الشوكولاته الخام واكسرها وهي كده على النار عشان تبقى سهل معايا ان هي تسيح، وهجيب معايا معلقه زبده. انا هي خلاص الكريمه هي ابتدت اهي تغلي. هبتدي اشيلها من على النار. اول ما اشيلها من على النار على طول ابتدي احط الشوكولاته عشان تلحق تسيح وهي سخنه. هقلب كويس قوي علشان الكريمه بتاعتي ما تلزقش تحت. انا اهو كسرت الشوكولاته هبتدي انزل بيها كلها، وهنزل بمعلقه الزبده، وهنزل بكيس فانيليا بالشكل ده. هبتدي اقلب او اقلب يعني كتير الشوكولاته عشان تسيح معايا، ومعلقه الزبده دي بتديها لمعان. صوص المروار بصراحه بتبقى مقاديره اكتر من كده، بس انا بحب اسهلها لكم علشان تبقى انتي تعرفي تعملي تورتايه حلوه لولادك بارخص الاسعار يعني. هبتدي اقلب كويس قوي المكونات مع بعض بالشكل ده. بجد صوص حلو قوي ولامع، وهيخلي لك التورتايه بتاعتك حلوه قوي لو انت هتزيني التورتايه زي ما انا كده مزيناها بالشكل ده. هبتدي اقلب كويس قوي، وده كان الشكل النهائي ليها. بصوا جمال، بصوا جميل ازاي، بصوا شكله عامل ازاي وجميل. بصوا لما انا برفع المعلقه بينزل متناسق وحلو قوي، وهيبقى سهل لو انا حبيت ان انا ازينها. بصوا الشكل بتاعها جميل ازاي. يا ريت تعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.